السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم درنا شوربة بالحوت، نوع الحوت اللي هو التريليا. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتابعونا وخلنا نبدأ. بالنسبة للحوت، هذا هو الحوت اللي استعملته. لهنا في تونس يقولوا له تريليا، ما نعرفش في الجزائر وش يقولوا له ولا في البلدان الاخرى وش يقولوا له. انا هنا نظفته ونحيت له الراس، انا ما نحملش نخليه بالراس. وش راح ندير له درك؟ راح نحطه يغلي في شويه ماء وملح، ماشي يغلي بزاف لين يتابع، جوست ما تحسيه طري باش تقدري تنظفيه، باسكو هكا وهو نايس ديفيسيل انك تنظفيه تنحي له الشوكيتو. دونك راح نغليه ونرجع معكم. لهنا حطيت الحوت تاعي يغلي وبديت نبدا في الصوص تاعي. حطيت البصل، حطيت الثوم المبشور، حطيت الحمص كالعاده والعوايد. هذه الشوربه كنا درنا مع بعضنا شوربه وسيت تاع الشعير. حطيت شويه هريسه دياري وحطيت الطماطم وراح نخليهم يتقلوا. كيما نقولوا ديما الطماطم لازمها تتقلى باش تسيب المطعم وتزيد تنحي الحموضه اللي فيها. لهنا كيما تشوفوا تقلت الطماطم. وش راح نحط؟ انا المره اللي فاتت استعملت الشعير المقلي، المره هذه راح نستعمل الشعير الابيض. الشعير الابيض لازم يتقلى مع الاول باش ما يسيبلكش هذيك الخثوريه بزاف. لهنا نخليه شوي يتقلى كالعاده. انا نحط 3 مغارف كبار تاع الشعير، شوربه شعير، قسمه تكفي كيما قلت لكم 3 اشخاص. لهنا تقلات الشوربه هذيك مليح مع الطماطم. راح نضيف المعدنوس والكرافس، نخلطهم مليح ونمرق. الوصفه هذه تاع الشوربه اللي بالحوت كاين اللي يحط معاها الفول الصغير هذاك، مش عارفه واش يقولوا له، فول مصري وقيله. كاين اللي يحط معاه وسي حتى قطع سناريه رقيقه، يعني كان كل واحد وكيفاش يحب الوصفه تاعو. انا الحق نحبها هكا سامبل يعني. دوكا واش راح ندير؟ راح نجيب لفاح كالعاده والعوايد، ملح، تبلو كرويه، كركم وفلفل زين. اللي يحب يحط الفلفل لاكه اللي يحط، انا ما نستعملش بزاف الفلفل لاكه، خاصه كي تعود الهريسه الدياري تاعي حاره. راح نخلي الشوربه تاعي تتغلى في عقلها، مره على مره نحركها باش ما تلصقش. لهنا الحوت تاعي جبته مازال سخون كيما تشوفوا، بديت ننظف فيه. راح نحي السلسول في الوسط، راح يتنحى لي فاسيلمون فوالا. وزيد نحي ذاك الشوك اللي يجي في الاطراف، ونحاول يعني اني ننظفها لو ماكسيموم الكعبه تاع الحوت تاعي باش ما يقعدش فيها الشوك وتقلقني. وما غير ما تفتفتوه، خلوه يعني دي مغسو كيف هكاك، خاطر من بعديك دوك يتفتت وحده في الشوربه. وبالنسبه لنوعيه الحوت، لهنا في تونس يستعملوا بزاف الحوت التريليا في الشوربه. وانتم يبقى لكم اختياري، تستعملوا تحبوا سردينه ولا حوت كبير، اي حوت يعني. انا نكمل ننظفهم ونمشوا مع بعضنا. لهنا نظفتهم مليح، صفيت هذاك الماء اللي حطيت فيه الحوت. دوك تقولوا له شبيه الماء احمر. الحوت هذا التريليا يسيب الحموريه. لهنا بالمرق تاع الحوت هذاك عاود صبيته في الطنجره باش يعطيني المطعم، سينو ما عملنا حد شيء. وخليته يتغالى حتى براسك طابت لي هذيك الشوربه الشعير. في الاخير راح نحط لي مغصو تاع الحوت، بس ما يتحطوش من الاول سينو ما عادش تلقايهم. لهنا غلوه صغيره كيما احنا نقولوا، ونطفيو عليه. لهنا بعد ما طابت الشوربه تاعنا، طرف الحوت اللي قاعد لي كمل تقليته معاه كيما تشوفوا. لهنا ما غير شفتوا يعني اللي مغسو حطيتهم براسك كبار، بصح في الاخر ما تلقاي حتى مغسو اوفا يعني تلقاي كوا. يجي شوربه ياسر بنينه. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوناش بالاشتراك، تدعمونا وتعلقوا، تكتبوا لنا واش رايكم في الوصفه. هنا معصره قارص تتكل سخونه مع اليوم نهار بارد، ما نحكي لكمش. نخليكم مالا مشاهده طيبه،
وفي فيديو ان شاء الله اخر.